السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين بقى ان اليومين دول الخضرة بتاعت المحشي والسلطة والسمك والحاجات دي كتيرة مالية السوق، شبت، بقدونس، كزبرة، كل ده ب10 جنيه. طبعا انتوا عارفين ان الصيف علينا جاي بقى ان شاء الله على خير، وفي الصيف ما بنلاقيش خضرة خالص. الطماطم بتبقى بايظة من كتر درجة الحرارة، الخضار بيبوظ والطماطم بتبوظ. طبعا لما الحاجة دي بتبوظ من كتر درجة الحرارة بتقل جودتها وبتزيد في سعرها. يعني طبعا ما حدش يقول انا جبت كل ده ب10 جنيه، اقسم بالله 10 حزم خضار او 10 ربط خضار شبت، بقدونس، كزبره ب10 جنيه. طبعا قلنا هي 10 جنيه ما فيش غيرها. ماشي، هنعمل بصوا قد ايه هي خضره جنه. بصوا انا جايباها امبارح، بس نقيتها كويس جدا، شلت اي عود دبلان، اي عود اصفر. بصوا خضره جنه. طبعا انا جبتها امبارح، نقيتها كويس وخدتها زي الفل وغسلتها ونقعتها حوالي ساعه كده ولا ساعه وشويه في قلب ميه بالخل. احب انا على الخضره بميه بخل. وقمت جايه فردها على ملايه قطن كده نضيفه عشان تشرب كل الميه اللي فيها. وزي ما انتم شايفين ما خليتش فيها نقطه ميه كده. ماشي، وتاني يوم النهارده اهو بعملها جنه زي الفل اهي. طبعا انا اول مره افرصها معاكم عشان ما تقولوش انت فرصتها واسودت. انا هنجرب، احنا هنجرب. اولا يا جماعه ده 10 جنيه، يعني مش هتزعلنا. هنعمل التجربه، يا خابت يا صابت زي ما بيقولوا. هنقطعها دلوقتي. طبعا كلكم انتوا شاطرين في تقطيع الخضار، وجايبه لها اكياس من بتاعت الثلاجه دي، وهنحط على قد الكميه. طبعا بنشتري الحزمه. طبعا كانت الخضار ده كان الترند اليومين اللي فاتوا على النت. الخضار كانت الرابطه وصلت 10 جنيه، لو تفتكروا الايام اللي فاتت دي الرابطه كانت وصلت 10 جنيه. وفيها فيها 5 عدد. انا الرابطه اللي انا جايباها النهارده بجنيه تعمل 5 ربط من اللي كانت بتتباع ب10 جنيه الرابطه الواحده. وانا هخرطه حتى لو باظت ب 10 جنيه، ما هيش حاجه، مش هتزعلنا. ولو نفعت معانا طبعا بنخرجه من الفريزر، ما بنسيبوش يفك زي الفلفل اللي بنفرزه بنطلعه على الطبخ على طول. ده برده نطلعه نحطه على خلطه المحشي، على خلطه السمك، على السبانخ، على اي حاجه تحتاجها. ما بنسيبوش ثانيه واحده، ما بنسيبوش ان هو يفك. خرجينه. يلا نخرطه بقى كده مع بعض واوريكم انا عاملاه ازاي. يلا نخرج كده مع بعض ونرجع لكم تاني. شايفين كده كلنا شاطرين. شوفوا عملنا كميه خضره قد ايه. وطبعا احنا عارفين بقى بيجي في الصيف اهم حاجه بقى تخرجي الهواء كويس جدا جدا من الاكياس عشان تفضلي محافظه على الخضره بتاعتك. عدي بقى الكميه اللي على قد ما انت بتستخدمي، ويطلع من الفريزر على الطبخ على طول. كنت هتحطها في محشي، هتحطها في صينيه سمك، هتحطها على سبانخ زي ما تحبي. انا عن نفسي بحب الخضار المحشي على السبانخ وعلى المحشي كتير. بصي اهو، خرجي على قد ما تقدري اهو. ايوه اهو. بصي انا عملته ازاي، شفطته اكني اكمل بقى بقيه الكميه دي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي، انا عملت خضار المحشي شبت، بقدونس، كزبره. انا عملته مشكل زي ما انتم شايفين، مخرجه الهواء خالص. الصوره واضحه يا ملك؟ مخرجه الهواء. بصوا شفطه الهواء تماما من الاكياس خالص، اهم حاجه. وزي ما قلت لكم 10 جنيه يا خابت يا صابت. وهنحطه في الفرن. انا اول ما بخزن الخضار، انا بخزن الحاجه بصراحه بتطلع جميله، ما فيش حاجه بتسود، السبانخ والحاجه. فطبعا الخضار اول مره ان انا افرزه معاكم. جبت ب10 جنيه وعملتهم 10 جنيه، عملتهم 4 اكياس. يعني اعتبر الكيس فيه حزمتين 2. وغير كده كمان انا ما عنديش مكان اصلا في الفريزر ان انا كان ممكن اعملهم على 10 اكياس. بس انا بحب الخضره في المحشي كتير، وبحب الخضره بالسمك وعلى السلطه وفي اي حاجه. طبعا انتوا عارفين العيد الكبير جاي بقى، وبنعمل كفته رز وبتاع، والعيد الصغير والايام الحلوه جايه والصيف، فما بنلاقيش الخضار اصلا خالص. وليه نجيبه للسنه لما توصل الربطه 10 جنيه، واحنا دلوقتي بالربطه بجنيه، وبجنيه قد 5 من 10 جنيه اللي كنا بنجيبها الاول. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايب قلبي، اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.